السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى صينية سمك اسمها الشخرموني. ده سمك بلطي، انا جبته ونضفته كويس وفتحته من عند الظهر. معايا معلقتين من الصلصة وبرتقانية عصرتها وربع كوباية من الزيت وتوابل سمك معلقة وكمون وفلفل وبابريكا وملح توم وطماطمايه وليمونه وبصل متقطع شرايح وطماطم. معايا شفشق الخلاط هنزل فيه بالثوم والصلصه والتوابل وعظم الخضار على شبت. هفرم الكلام ده كله كويس في الخلاط كده بعد ما ضربت التتبيله كويس. معايا صاجه هنزل فيها بالبصل طماطم حبه من التتبيله. حطيت عظم الخضار كده. بعد ما رصينا السمك ابتدي حبه من التتبيله ندعكه كويس عشان التتبيله تتشرب كده. بعد ما خلصنا التتبيله كلها نحط ليمون، شرايح ليمون. هدخلها الفرن على درجه حراره 220. معايا حله على النار نزلت فيها بزيت وسمنه عشان نعمل احلى رز صياديه مع صينيه السمك بتاعتنا الجميله دي. بصلتين مفرومين ناعم، ملح وفلفل كده. البصلة ابتدت تحمر كده. البصلة خدت اللون الذهبي كويس. هنزل بالمية ملح بهارات السمك هسيبها لحد ما تغلي. انا نجحت الرز غسلته كويس ونجحته دقيقتين كده. بعد ما المية غلت كده ده الرز انا غسلته. هغطي عليه واول ما يتشرب ههدي عليه النار كده. بعد ما تشرب هوطي عليه بقى النار على ما يستوي براحته كده. طفيت على الرز الجميل بتاعنا بعد ما استوي. وادي صينيه السمك الجميله بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. مش قادره اوصف لكم الريحه، طعمها حلو قوي. الله، مش قادره اوصف لكم على الريحه وجمالها. هستنى تجربوا وتقولوا لي ايه رايكم. ولو الوصفه بتاعتي عجبتكم ما تنسونوش في لايك وشير وتفعلوا الجرس، وبالله عليكم شيروا الفيديو عشان يوصل لاعلى مشاهده.
ومستنيه بقى السمك ده حكايه. الصينيه دي جميله قوي، وجربوا وقولولي. شايفين الجمال والحلاوه بتاعت السمك وجمال الرز وحلاوته. هستنى تقولولي ايه رايكم. متنسونوش لايك وشير، تفعلوا الجرس، واللي مش مشترك عندي ينزل يشترك عشان يوصلكم كل جديد انا حلو انا بعمله دايما. مع السلامه.